السلام عليكم. انا جاي النهارده اتكلم عن تاني وتالت يوم في الدوري الانجليزي. اتكلم عن تشيلسي، ليفربول، مانشستر يونايتد. مش هتكلم عن توتنهام عشان واتس توتنهام الشيت. Babe, we gotta get up. The game's on. فمش هتكلم عليها اصلا. تعال نبتدي بماتش ليفربول وتشيلسي. ماتش ليفربول وتشيلسي يعني السنه اللي فاتت في قفله السيزون كان في ماتش ليفربول وتشيلسي، قال لك ده ماتش العيان والميت وخلص تعادل، وفعلا كان ماتش العيان والميت. فانا شايف ماتش السنه دي اللي هو افتتاحيه الدوري بعد الصرف ده كله في الفرقتين. وهتقول لي ليفربول صرفت، هقول لك ليفربول صرفت. ليفربول لما تطلع 100 مليون في اتنين لعيبه اللي هم سوبوزلاي وماك اليستر، ده صرف بالنسبه لليفربول باي ذا واي يعني. والناحيه الثانيه صرف تشيلسي ده كله ما هو الا يعني تكمله لسلسله العيان والميت. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان يورجن كلوب وبوتشينو كانوا بيتحنيكوا جامد قوي بامكانيات اللعيبه اللي معاهم. يعني مثلا يورجن كلوب لعب 6 بماك اليستر، وماك اليستر مش بتاع 6، ماك اليستر مش بتاع 6. حتى لو كان لعبها في برايتون، لعبها في برايتون مش بشكل دائم، لعبها لشكل اضطراري. بس هو ما عندوش اوبشن تاني. هو ده قصر ديل وفقر رهيب. ان هو مثلا لما راح قدم عرض لواحد زي موسيس كايسيدو قال لك لا انا عايز تشيلسي. وللاسف الموضوع ده اتكرر بعديها بكام يوم امبارح لما راح قدموا عرض لافيا، اللي انا قلت ان هو ده السي دي ام الوحيد المحترم لليفربول لو عايزه تحافظ على هيكله الفريق. وقلت برضو ان هو مستحيل بعد ما كانوا ابتدوا ب 35 مليون وصلوا ل 50 بعد ما عرفوا ان ليفربول معاها 100 مليون عمره ما هيبقى ب 50. فعلا ليفربول راحت وحطت 60. بس المفاجاه ان الواد طلع برضو وقال لك ان هو عايز تشيلسي. فهو ايه يا ترى موجود في تشيلسي؟ اللعيبه كلها بتفضله على ليفربول. انا من وجهه نظري انا شايف مشروع تشيلسي يعني الناس شايفه ان كله هياخد فرصته، كله هياخد حقه. ده مشروع جديد بيبني، شايفين الصرف. دي اول حاجه. تاني حاجه ان كل شايف بقى ان ايه، تشيلسي دي لندن وليفربول دي مدينه صغيره، فلا كلها عايزه تعيش ايه، فانسي يعني. فده السبب الوحيد. بلس طبعا كونتراكت محترم ان تشيلسي ايه بتشمط اللعيب ايه، كونتراكت محترم، فاهمني؟ بس كده. فنرجع لموضوعنا ان يورجن كلوب بيلعب بماك اليستر 6، والناحيه الثانيه بيلعب بجالجر وانزو 6. ان رغم كل الظرف ده بتاع تشيلسي ان هي لسه ما عندهاش سي دي ام محترم، بس جابتهم خلاص. هي جابت 2، جابت موسيس كايسيدو وبتخلص في رومان لافيا. فدي مفاجاه ان هي بتخلص في 2 سي دي ام، ماشي، مع انها ما عندهاش غير بطوله واحده اللي هي ليفربول اللي هي الدوري، بس ماشي مفيش مشاكل. الماتش كان سجال مايل اكتر هجوميا ناحيه تشيلسي عمل خلق فرص كتير جدا. في النقطه بتاعت يعني انا عايز اكون حقاني برضه واتكلم عليها، النقطه بتاعت ان ارنولد بيطلع وما بيرجعش. يعني دلوقتي في تشيلسي برضو الامراض بتنتشر في الدوري الانجليزي. بقى عندك جيمس وتشيلويل، بس يعني من زمان، ودي طريقه لعب تشيلسي الصراحه اللي هي 3-5-2 دي من زمان، اللي هو من ساعه الونسو وسبليكوينتا، فان هم اصلا كانوا برضو بيطيروا. فده مش جديد على تشيلسي، وده حلو ان بوتشينو لايق على تشيلسي بطريقه لعبه. يعني هو اصلا كان بيعمل نفس الحركه دي مع الفرق اللي دربها سواء توتنهام او باريس يعني. بس مش دي الفكره ان تشيلويل وجيمس عندهم قدرات هجوميه رهيبه اقوى من ارنولد وروبرتسون من وجهه نظري. ان يعني مثلا اقول لك زي ايه، ان ارنولد مثلا انت ممكن تلاقيه جنب في النص مايل ناحيه صلاح، بس هيعرض او فين وفين لما هيشوط، بس مستحيل تلاقيه بيرقص 1 و2 ودخل. تشيلويل بيعمل كده، جيمس بيعمل كده، الاثنين بيعملوا كده، الاثنين بولرز اقوى من ارنولد وروبرتسون. فده الطبيعي اللي تلاقي تشيلويل بيكسر لجوه للنص وبيخش تحت المهاجم، وتلاقيه رقص 1 و2 وجاب جون، بس اتحسب اوفسايد على ما فيش. بس ده برضو ضعف من دفاع ليفربول اللي انا اتكلمت عليه برضو، ان هم بيقدموا ثنائيات ضحكه رهيبه. حتى الجون اللي جه في ليفربول، يعني مثلا جون ليفربول مش عشوائي خالص، جون تشيلسي عشوائي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان كرة عاليه نازله لسوبوزلاي اللي هو نجم سينمائي على اكتر ما هو لعيب كوره، اللي هو ما حدش يا حبيبي بيشطط الكوره بتنزل على منطقه الجزاء. فهو الطبيعي لما تنزل للعيب على راسه بذكاء تشيلويل، هو مش هيعمل اي حاجه غير ان هو يسقطها في النص ما بين 2 مدافعين واقفين ما لهمش اي 3 لازمه. هيخش ديساسي ويشوطها هتيجي جون، واول جون ليه في اول ماتش وفي ديربي. لا يعني دي بدايه قويه ليه. ده بالنسبه لجون تشيلسي. بالنسبه لجون ليفربول، ارنولد لصلاح، صلاح 1 على 1 اخدوا يمين اخدوا شمال، والثرو يدرس، يعني ثرو فعلا يدرس، مش عشان صلاح وبطبل ومش عارف ايه، لا بس ثرو حلو جدا. ثرو لو كان دي بروين اللي عمل الثرو ده، يا الله ايه الحلاوه دي. بس هو فعلا ثرو من صلاح رهيب يعني، ودخل دياز حطها. ف
فليفربول كانت موجوده بس ما كانتش يعني بتشد مع تشيلسي. يعني الاوقات اللي تشيلسي كان فيها خطير كان اكتر من الاوقات اللي ليفربول كانت خطيره فيها. سانشيز الجون بتاع تشيلسي مديهم قوه، الواد نازل ببوتنشال قوي. انا جيت الواد بيطلع يمسك الكور من كل حته. بولر صد كام كوره حلوه. فاضافه لتشيلسي في الجون قويه جدا. كيبا خلاص مضى ريال مدريد واعاره سنه وطار عشان كورتوا اتصاب. فلعيبه ليفربول لسه مش راكبه على بعض، لسه ماك أليستر تايه، لسه سوبوزلاي تايه. سوبوزلاي حلو ومسك كوره وراح ورقص، بس انت برضه لعيب دافع فيه 70 مليون، نفس نظريه هافرت، انت لعيب دافع فيه 65 مليون، انت مستني منه اكتر من ان هو يكون محطه. يعني عشان بس الناس ما تقولش ان انا جاي على ليفربول قوي، فهي نفس الفكره، انت لعيب دافع فيه 70 مليون مستني منه اكتر من ان هو يرقص واحد واثنين. لا احنا ما بنلعبش فري ستايل ولا احنا في الشارع، انا عايز منك اكتر، ده دوري انجليزي، دي فلوس رايحه وجايه، ده في ناس بتتفرج، ده في جماهير مسافره لك، فانت مستني منه اكتر من كده. صلاح نجم، حتى الجون اللي جابه واتلغى عشان اوفسايد. يعني بص تقل صلاح على الكوره، ولما كان 1-على-1 نيمه ازاي وحطها من فوقيه. الجون طلع اوفسايد لسوء الحظ. صلاح تبديله صلاح مع يورجن كلوب لما طلع قال لك هو مركز في الارقام القياسيه، انا مركز في التكتيك وان انا عايز احافظ على الماتش. ده لا يعيب ده وده لا يعيب ده. الشيء الوحيد بس اللي هو يتنرفز وهو خارج. بس اعتقد علاقه صلاح بليفربول تسمح له ان هو مش تسمح له ان هو يعمل كده، بس ليه كريدت كبير ان هم يسامحوه على اي حاجه. يعني ومحدش طلع اتكلم ولا ليفربول حد منها علق، هو بس يورجن كلوب قال لك هو مركز في الارقام القياسيه وانا مركز في التاكتكس. كنت حابب اتكلم برضو عن جاكسون مهاجم، بس هو لسه مش طيب الدوري الانجليزي، هو لسه ما عندوش الحته بتاعه الدوري الانجليزي، لسه بيتخبط بالكتف، عايز ياخد فاول. لا يا حبيبي هي مش ماشيه كده خالص. لا يعني هو حتى الكوره اللي تقريبا جابكو خبطوا فيها بالكتف بس هي مشيت معاه والكوره طلعت قدامه راح هو شاطها، كان عايز يرجع ياخد فاول. فهو لسه ما خدش على الدوري الانجليزي، بس ده على اللونج ران هيجي منه. انا شايف كده ان ده مهاجم قوي واحنا مش لسه بنكتشفه، احنا لسه يعني شفناه كتير في فيا ريال. بالنسبه برضو لانزو السنه دي يعني كبدايه موسم انا شايف ان هو يختلف تماما عن الموسم اللي فات. انزو بيمسك كوره، انزو بيرقص، انزو بيبدل ملعب. فانزو لو استمر على البرفورمانس ده والاداء ده للموسم ده، لا الصراحه ممكن يبقى لعيب يساوي 100 مليون ومش هيبقى ده هبل صرف فلوس الصراحه، ولا تمضيه كونتراكت لحد 2027. بس هو لو استمر على الموسم ده يا سيدي ماشي مفيش مشاكل. بوتشينو بعد الماتش لما طلع وسالوه قالوا له انت بادل الماتش بثلاث 4 لعيبه جداد وفي 3 على البنش ومش عارف ايه، قال لهم مفيش اي مشاكل، انا عملت هارموني وكيمستري في البري سيزون، مفيش اي مشاكل. الماتش النهارده قدام فرقه تقيله رخمه زي ليفربول وده ماتش ديربي، ان انا اطلع 1-1 بقى في اول ماتش، لا دي النتيجه راضياني واللعيبه مبسوطه. كالجر برضو بعد لما طلع قال اللعيبه مبسوطه والمدرب مبسوط. فانا شايف ان هي بدايه قويه لتشيلسي، الفريق اللي هو اصلا بيعمل فريق من اول وجديد، وبدايه متواضعه لليفربول اللي هو المفروض انت دعمت. بس ده هيبقى شكل ليفربول لو ما جابوش CDM محترم لبقيه الموسم. وليفربول دلوقتي بيلعب في اليوروبا ليج، فاللي هو برده هيلعب اوروبا. انا عارف ان هي واخده على الشامبيونز ليج بس هو ستيل هيلعب في اوروبا. يعني بعد دوري المجموعات في اليوروبا ليج هتقابل فرق رخمه، فانت لو قابلت فرق رخمه من غير CDM محترم لا هتزعل، والفرق الرخمه دي هتطلعك يعني فاهمني. فانا شايف ان ليفربول لازم تتجه كل صرفها يروح لCDM محترم عشان تلحق السيزون بتاعها، عشان من غير CDM ليفربول هتبقى ضحك، عشان الدفاع بتاع ليفربول كلنا شايفينه. يعني الصراحه كذا كوره في الماتش كان ممكن التعامل معاها بافضل من كده بكتير. حتى الجون هما الاوفسايد ده انقذهم. فده كان كل حاجه ليها علاقه بتشيلسي وليفربول. نروح لمانشستر يونايتد وتعقيبي على مانشستر يونايتد وولفز، اللي هو يعني ايه القرف ده. يعني مانشستر يونايتد الصراحه
فريق عشوائي لابعد الحدود من وجهه نظري المتواضعه، يعني فريق عشوائي لابعد الحدود، ما تعرفش الهجمه بتتبني منين ولا بتروح منين. يعني افضلهم وعلى غير المتوقع انتوني طلع راشفورد بثلاث اربع تجوان، بس هو ما رضاش يجيب جوان، انا مش عارف ليه يعني الصراحه. جرناتشو برده لسه محتاج وقت. برونو فرنانديز اللي هو معودنا في اول راوند من 3 4 سنين، في راوند جاب فيها هاتريك اول راوند، وفي راوند جاب فيها جون، وفي راوند جاب جون واسيست، بس ما جاش خالص، مع ان قال لك ماونت هيحرره هجوميا وهو اللي هيعمل الادوار الدفاعيه. بالنسبه لماونت ما شاء الله يعني زيرو باصات حاسمه، زيرو كل حاجه، اللي هو طب في ايه يا ابني انت ليه بتعمل كده؟ بس يمكن محتاج وقت. راشفورد لسه ما دخلش في فورمه الدوري الانجليزي. راشفورد لما كان فورمه وقافل السيزون اللي فات فورمه بكور اصعب من دي بكتير كان بيجيب اجوان. بالنسبه لدفاع مانشستر يونايتد ولأونانا، انا شايف ان وولفرهامبتون هلهلتهم الصراحه. انا شايف ان وولفرهامبتون هلهلتهم جامد، يعني في 3 4 5 6 فرص حقيقيه ما جاتش جون منهم. اونانا صد 3 في كوره لكونيا والجون فاضي شاطها بره. فده شكل الدفاع وده شكل الجون مع فرقه زي وولفرهامبتون اللي هي متوسطه، مش متواضعه ولا جامده، اللي هي متوسطه. فايه شكل مانشستر يونايتد هيبقى مع الفرق الكبيره؟ ممكن دي بدايه الدوري، ممكن، بس ممكن ان ده برضو يبقى الشكل الطبيعي لمانشستر يونايتد زي السنه اللي فاتت، العشوائيه الرهيبه واحنا مش عارفين احنا بنلعب ازاي، بس باص راشفورد وراشفورد هيجري هياكل واحد الثاني وهيشوط هتيجي جون. ده ممكن برضو يبقى شكل مانشستر يونايتد السنه دي. بس كاوفر اول نتشوا 3 نقط من كوره من برونو فرنانديز سقطها لبساكا عمل عرضيه رايقه جدا الصراحه، نزلت على راس فاران وحطها، وكان وراه راشفورد، لو فاران ما كانش جابها راشفورد كان هيحطها عشان الجون كان فاضي. فبرضو بدايه متوسطه لمانشستر يونايتد، مش احسن حاجه، مش هو ده الفريق اللي يطمئنك يقول لك ده الفريق اللي ممكن ينافس على الدوري، ولا ده الفريق اللي هيلعب تشامبيونز ليج. يعني في فرق طمنتك ان هي مستواها كويس، طبعا مانشستر سيتي، نيوكاسل، ارسنال، فدي الفرق اللي طمنتك احنا موجودين. بس ان انت بتلاعب وولفرهامبتون على ملعبك والجون يجي بالمنظر ده، واللي انت ما كانش ليك فرص حقيقيه، حتى الفرص الحقيقيه اللي راح بيها راشفورد كان بيشوطها في جسم الجون. فلا انا مش عاجباني مانشستر يونايتد الصراحه. برضو مش اللي عاجبني وولفرهامبتون طلعت اسماء، طلعت مثلا روبن نيفيز، بس لسه متماسكه. جابت كونيا عامل شغل جامد قوي قوي قوي، ضيع فرص كتير، كان ممكن يكسبوا. انا شايف ان الماتش ده فير، كان ممكن يخلص 1-1. اونانا يعني انا شايف بوسيبيليتي اللي هي كانت ضربه جزاء، انا شايف ان ضربه جزاء، هو لمس الكوره، ده طالع بجسمه في جسم اللعيب. بس انا يعني شايف ان دي عشان في ملعب اولد ترافورد والسير اليكس قاعد فوق ومش عارف ايه، فلا احنا مش هنديها ضربه جزاء، لا الصراحه. يعني انا كان شايف الماتش ده حق ربنا يخلص 1-1. بس ده كان كل حاجه ليها علاقه بايه، بالثلاث فرق اللي هي تشيلسي وليفربول ومانشستر يونايتد. بسطت معاكم جدا، شكرا.